الحمد لله منشئ الخلق من عدم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم. من خلال تتبعي لكثير من الصفحات الفيسبوكية لاحظت أن هناك معركة طاحنة حول شخصية القائد المسلم العظيم طارق بن زياد عليه رحمة الله، وكثرت التساؤلات كثيرا حول جزئية معينة من حياته. هل طارق بن زياد عربي أم بربري؟ وإذا كان بربريا فهل هو من بربر المغرب الأقصى أم هو من بربر الجزائر؟ وهذا النقاش عاد جدا إذا دار بين المؤرخين المتخصصين، لأن المؤرخين لا بد وأن يعرفوا أين ولد هذا البطل وما هي المنطقة التي وجد فيها، لكي يدرسوا العوامل البيئية التي أثرت عليه، وهذا يساعدهم كثيرا في دراسة شخصيته. أما أنا فأقر أولا بأنني لست مؤرخا متخصصا، وإنما سأبدي وجهة نظري من خلال نقاط ثلاثة. النقطة الأولى سوف أتحدث فيها عن العرقيات، وهذا مدخل مهم. الدين الإسلامي الذي نعتنقه وجاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم يحارب العرقيات ويمقتها، ومحمد جاء بقرآن ورد فيه قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا فرق بين أعجمي وعربي إلا بالتقوى. وعلى هذا المبدأ الأساسي الذي يعلي من شأن العقيدة ولا يلقي بالا للعرقيات تربى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد عاش في وئام كل من أبي بكر العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، وعاشوا إخوة في الله تجمعهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من قبيلة عدي، وقبيلة عدي من قبائل مكة الشهيرة ذات شرف وسيادة، ولكنه رضي الله عنه قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعمر بن الخطاب قال هذه المقولة بعد مقولة سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي رفعه النبي إلى أعلى منزلة، حيث قال: سلمان منا آل البيت. لم يقل النبي سلمان الفارسي، وإنما قال سلمان منا، لأن الإسلام رفعه إلى مرتبة لا توجد مرتبة أخرى فوقها. قلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه، قال هذا البيت بعد أن قال سلمان لما سئل قيل له: يا سلمان من أبوك؟ قال: أبي الإسلام. فرد عمر وقال أيضا: أنا أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وكي لا أعيش بكم في التنظير كثيرا، أعطيكم نموذجين تطبيقيين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال لبلال رضي الله عنه، قال له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته، لأنني سمعت دفا عليك وأنت تمشي في الجنة. لاحظوا إلى هذه المكانة السامقة الرفيعة: حدثني بأرجى عمل عملته لأنني سمعت دفا عليك وأنت تمشي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، إنني كنت ما أتوضأ وضوءا في ليل أو نهار إلا أصلي به ما كتب الله لي. الشاهد عندنا: لاحظوا رسول الله أين وضع بلال: حدثني بأرجى عمل عملته لأنني سمعت دفا عليك وأنت تمشي في الجنة. أقول: هذا بلال من هو؟ هو عبارة عن عبد حبشي، كان عبدا في قبيلة بني جمح، وكان أبوه رباح عبدا قبله، وكانت أمه حمامة أمة قبله. ولكن الإسلام لاحظوا كيف يضع سليل بيت الشرف. أبو لهب الذي هو عبد العزى ابن عبد المطلب، هذا أبو لهب لقب له، أما اسمه عبد العزى ابن عبد المطلب. وعبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أبو لهب من عائلة لا تدانيها عائلة أخرى على وجه الأرض إطلاقا، هي عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا لهب هذا يدخل النار. لاحظوا الإسلام كيف رفع العبد بلالا، وكيف وضع هذا الحسيب النسيب الذي ينتمي إلى أعرق عائلة على هذه المعمورة، وهو أبو لهب. وهذا المثال التطبيقي الأول. المثال التطبيقي الثاني في غزوة المريسيع، وهي إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وقع خصام بين المهاجرين والأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: لا يا للأنصار. وهذه ليست مجرد حكاية، هذا تجدونه في صحيح البخاري عندما يتحدث عن غزوة المريسيع في الحديث رقم 3330، ويرويه أيضا الإمام مسلم في الحديث رقم 2584. أعطيكم الأرقام والمراجع لكي تعودوا إليها وتتفصلوا في الموضوع، وتفصلوا الموضوع وتتوسعوا فيه. إذن قال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أو بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فلاحظوا أحبتي، المهاجرون وهم من هم أثنى الله عليهم في القرآن، والأنصار وهم من هم أثنى الله عليهم في القرآن الكريم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يفتخر المهاجري بالمهاجرين، ولم يرضى أن يفتخر الأنصاري بالأنصار، وإنما رضي أن تجمع بينهم وشيجة العقيدة، وتجمع بينهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعوني أيضا مع هذه النقطة لأنها تحتاج إلى كثير من التفصيل. نحن كعرب، نعم، بدأ بنا الإسلام، ولا نكاد نجزم بأننا عربا، لأننا نحن نعيش قرونا على هذه الأرض، وهذه الأرض امتزجت فيها دماء الأمازيغ بدماء العرب، فلا أدري من هو جد السادس أو جد السابع أو جد الثامن. ورحمة الله على الإمام عبد الحميد بن باديس الذي قالها مفتخرا: أنا أمازيغي عربني الإسلام. وقال أحد الأمازيغ المسلمين الأبطال العلماء، قال: أنا أمازيغي تعلمت الأمازيغية من أمي،
ولكنني مسلم تعلمت العربية من نبيي، وإذا وقعت في مقارنة أيهما أفضل لغة نبيي على لغة أمي. فرحمة الله على هذا العالم الجليل، وأعتقد بأنه هو الشيخ عبد الرحمن شيبان رحمه الله. العرقيات الأخرى غير العرقيات العربية خدمت الإسلام، خدمته في مجال السنة، خدمته في مجال التاريخ، خدمته في مجال التشريع، خدمته في مجال التفسير، خدمته في مجال القيادة. ولذلك لا يحق لنا أن نتعالى عليهم، كما لا يحق لهم أن يجحدوا فضلنا. فلولا نبينا ولولا العرب الذي بدأ بهم الإسلام ما كان للنور الرباني وما كان للنور الإلهي أن يصل إلى هذه البقاع. فالإسلام بالعرب بدأ، وبالعرقيات الأخرى المختلفة الفارسية والأمازيغية وغيرها انتشر وارتفع وعلى صيته. ففي مجال السنة نجد البخاري ليس عربيا، هو من بخارى. ونجد مسلم صاحب الصحيح رقم 2 وليس عربيا، هو من نيسابور من إيران. ونجد النسائي صاحب السنن من مدينة نسا ليس عربيا. ونجد ابن ماجه صاحب السنن هو من قزوين وليس عربيا. ونجد الترمذي من ترمذ من أوزبكستان ليس عربيا. ونجد أبا داود من سجستان ليس عربيا. وفي مجال الطب نجد الرازي وهو فارسي، ونجد ابن سينا وهو فارسي، ونجد الفارابي وهو من تركستان، ونجد عباس بن فرناس هذا العالم الرياضي الطبيعي الذي جرب أول محاولة للطيران في التاريخ ولكننا لا ندرسها كثيرا، هو أمازيغي. ونجد ابن بطوطة هذا الرحالة الشهير من لواتا وهو أمازيغي. أما من القادة فحدث ولا حرج. القسطنطينية فتحها محمد الفاتح وهو تركي، وقبل أن يفتح القسطنطينية قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يفتح القسطنطينية: فلا نعم الجيش جيشها ولا نعم الأمير أميرها. وركزوا معي لغة على نعمة من أفعال المدح، وضدها بئس. عندما تريد أن تمدح رجلا تقول: نعم العبد إنه أواب، هكذا مدح الله نبيه، نعم العبد إنه أواب. وعندما تريد أن تذم أحدا تقول بئس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. والذي فتح القسطنطينية هو محمد الفاتح، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوجد هذا البطل. ونجد صلاح الدين الأيوبي الذي دحر الدولة الفاطمية ودحر الصليبيين وفتح بيت المقدس، ليس عربيا، هو كرديا من أكراد العراق. ونجد المظفر قطز هذا البطل العظيم الذي دحر التتار في معركة عين جالوت، وبعد هذه المعركة لم تقم له قائمة، هو المظفر قطز، هو من خوارزم. ومثله الظاهر بيبرس الذي دحر الصليبيين وقضى عليهم في المشرق العربي. ثم نجد طارق بن زياد وهو الأمازيغي وليس عربيا. أقولها لله وللتاريخ. نعم هناك جدال، يقولون ابن عذار المراكشي وهو مؤرخ قديم يقول في كتابه البيان المعرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب، يقول بأن طارق بن زياد بربري، وكل القرائن تقول بأنه بربري أمازيغي. وفي دائرة المعارف يقولون: اختلف المؤرخون في أصله، منهم من يراه فارسيا همذانيا، ومنهم من يراه عربيا من حضرموت، ومنهم من يراه بربريا من قبيلة نفزة، وهذا الأخير هو الصحيح، عربي من قبيلة نفزة. ويقول شوقي أبو خليل
وهو من المؤرخين أصحاب الاتجاه الإسلامي، يقول بأن طارق بن زياد بربري الأصل. شوقي أبو خليل قال هذا في كتابه فتح الأندلس. ثم إني أقول لكم أيها الأحبة الكرام، تعداد المسلمين في العالم كان 1,800,000,000، أي يشكل 24.1 من سكان العالم. لكن هذا الإحصاء كان قبل سنة 2021. أما ابتداء من سنة 2021 أصبح تعداد المسلمين أكثر من 2,000,000,000 في العالم. فبالله عليكم، هذا طارق بن زياد هو ملك ل2,000,000,000، ليس ملكا للأمازيغ ولا للعرب ولا للفرس وحدهم، هو قائد مسلم. وهذان 2,000,000,000 في العالم لهم حق في طارق بن زياد. وطارق بن زياد عندما فتح الأندلس لم يفتحه باسم المغرب، ولم يفتحه باسم الجزائر، ولم يفتحه باسم العرب، ولم يفتحه باسم الفرس، وإنما فتح الأندلس باسم الإسلام، وله فخر في ذلك. هذا هو طارق بن زياد. أما إذا أردنا أن ندقق، وهذا للبحث التاريخي ولا يعني عندي شيئا، فيكفي طارق أنه بطل فاتح مسلم، وهذا يكفيه. ولو عاد طارق إلى الحياة مرة أخرى لقال ما أقول لكم، لكن فقط للبحث التاريخي. ركزوا معي جيدا لكي تربطوا. في الفتح الإسلامي فتحت القيروان وفتحت منطقة الجزائر التي كانت تسمى المغرب الأدنى قبل أن يفتح المغرب الأقصى الذي منه طنجة وسبتة وغير ذلك. هل ركزت معي على هذه النقطة؟ في الفتح الإسلامي فتحت القيروان التي فتحها وأسسها الفاتح المسلم عقبة بن نافع، ثم فتحت الجزائر التي كانت تدعى المغرب الأدنى، ثم فتحت المغرب الأقصى. على ضوء هذه المعلومة اسمعوا ماذا يقول المؤرخون. يقولون اتخذ موسى ابن نصير طارق بن زياد من ضمن مواليه في القيروان قبل أن يتجه إلى المغرب. اتخذ موسى ابن نصير وهو الوالي على المغرب والفاتح للأندلس والمغرب فيما بعد برفقة قادته وعلى رأسهم طارق بن زياد. يقولون اتخذ طارق بن زياد من مواليه في القيروان قبل أن يفتح المغرب. إذن كيف يكون مغربيا وهو اتخذه موسى بن نصير من مواليه في القيروان؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان طارق بن زياد من ضمن الجيش الذي فتح مدينة المغرب الأقصى أو فتح طنجة، كان من ضمن الجيش الذي فتح المغرب. كيف يفتح المغرب وهو مغربي؟ إذن جاء مع الجيوش من المغرب الأدنى ودخل إلى المغرب الأقصى كفاتحا، وكان من قادات الجيوش التي فتحت المغرب. وهنا أفتح قوسا، إذا كان طارق بن زياد من القادة الذين فتحوا المغرب، فيستحيل أن يكون أسلم وفي وقت قصير يعينه موسى بن نصير كقائد الجيش. لا بد أن يجربه وأن يعرف صفاته وأن يعرف مؤهلاته، وهذه لا تتم بالسهولة. ولذلك المؤرخون عندما درسوا شخصية طارق بن زياد قالوا طارق بن زياد يهتم
فيه المواصفات الآتية. أولا يمتاز بالتقوى والورع. التقوى والورع، يا الله، التقوى والورع. ثانيا الكفاءة الحربية. ثالثا حب الجهاد والرغبة في سبيل الله. وهذه المؤهلات جعلت موسى ابن نصير يختار قائد بن زياد رغم أنه ليس عربيا، يختاره ويجعله من أمراء جيشه. أضيف معلومة أخرى: طارق بن زياد لم يكن يعرف بأن سبتة قريبة من طنجة، ولا يعقل أن يجهل رجل مغربي المسافة بين سبتة وطنجة، أو لا يعلم بأن هذه بعيدة عن تلك. هذا ما يرجح بأنه جاء من الجيوش وكان يجهل منطقة المغرب. والنقطة الأخيرة في هذا الصدد أن طارق بن زياد، يقولون طارق بن زياد النفزي، وهذا ما أشار إليه ابن عذار المراكشي. طارق بن زياد النفزي أي نسبة إلى قبيلة نفزة، وقبيلة نفزة كانت تسكن في الشرق الجزائري قريبا من مدينة خنشلة وفي غرب تونس. أقول هذا الكلام وأكتفي به، لكن ما يهمني أنا هو التركيز على معلومتين دقيقتين. لماذا نركز على النسب وهل هو من هنا أم هو من هنا، في حين أننا نقتل ونطمس وندفن آثار هذا البطل؟ لماذا لا نتحد نحن جميعا كمسلمين ونقول ونركز ونقول بأن طارق بن زياد صاحب معركة لكة التي قادها لوذريق زعيم القوط زعيم الإسبان، وكان تعداد جيشه 100,000 مقاتل مدججين بالأسلحة، وكان طارق بن زياد يقود جيشا بسيطا تعداده 15,000، 100,000 و15,000، وهزمهم قائد بن زياد طارق بن زياد، وقتل قائدهم لوذريق في هذه المعركة وفتح الأندلس. لماذا لا نركز على هذه الأساسيات التي تحيي النخوة وتحيي حب الإسلام والمسلمين في الناس؟ أيضا أنا عندما أتذكر طارق بن زياد فبالله عليكم لولا طارق بن زياد الذي فتح الأندلس وأدخل إليها الإسلام، فهل كنا نجد رجلا مثل القرطبي أبو العباس القرطبي الذي شرح مسلم؟ وهل كنا نجد رجلا مثل أبو عبد الله القرطبي الذي فسر القرآن؟ وهل كنا نجد رجلا مثل الشاطبي الذي كتب الاعتصام والموافقات؟ وهل كنا نجد رجلا مثل ابن حزم الذي كتب الملل والنحل وكتب في الفقه، كتب المحلى في الفقه؟ ثم لماذا لم نركز على الخطبة الشهيرة التي ألقاها طارق بن زياد وهو يفتح السفن؟ لماذا لا نركز ونقول هذا البطل الذي ينحدر من أصول أمازيغية تعلم العربية وأتقنها أفضل من أهلها، وكتب خطبة شهيرة دخلت في التاريخ، وهي قوله: أيها الناس أين المفر؟ البحر أمامكم، العدو أمامكم، والبحر وراءكم، وليس لكم والله إلا الصبر أو النصر. وأحسن جملة يقولها في هذه الخطبة، وهي جملة رائعة كروعة طارق، وسامقة كسمو طارق، ورفيعة كرفعة طارق، يقول: واعلموا بأنكم أضيع من الأيتام على مائدة اللئام. واعلموا
بأنكم أضيع من الأيتام على مائدة اللئام. فرحم الله طارق بن زياد وتقبله عنده في الصالحين، ونحن نفتخر به كمسلم، نفتخر به كمسلم، نفتخر به كمسلم، كما نفتخر ببن باديس كمسلم، وكما نفتخر بسائر العرقيات كمسلمين. وأختم لكم بقول أبي هريرة: ذات مرة لقي رجلا عائدا من بيت المقدس، فقال أبو هريرة للرجل: من أين أقدمت؟ فقال: من بيت المقدس. فرد عليه أبو هريرة: إن المكان لا يقدس أحدا، إن المكان لا يقدس أحدا. ثم قبل أن نتفارق دائما فكروا لولا الإسلام لما كنا، ولولا الإسلام لما كانت لنا حضارة، ولولا الإسلام لما كنا أمة من بين الأمم. لا تزالون متغلبين على أعدائكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فإذا تخليتم عنها سلط الله عليكم من يسومكم سوء العذاب. السلام عليكم ورحمة الله.